في 14 أبريل 2021 ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حيث وقعت الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، والهادف إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل كافة المغاربة، مع التركيز على الفئات الهشة التي كانت خارج نظام الحماية. ورغم التقدم المحرز بعد 3 سنوات، تطرح تساؤلات عديدة حول فعالية المشروع ومدى تحقيقه لأهدافه. في هذا السياق، تظهر الأرقام الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب حقق طفرة مهمة في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة المسجلين في نظام التأمين عن المرض إلى 86.5% في عام 2024 مقارنة بأقل من 60% في عام 2020. ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر هو إدماج 8.5 مليون مواطن لا يزالون خارج دائرة الاستفادة، منهم 5 ملايين لم يتم تسجيلهم، و3.5 ملايين يعانون من حقوق مغلقة تمنعهم من الحصول على الخدمات الصحية. من جهتها، أكدت مؤسسة الوسيط في تقريرها لسنة 2023 استمرار وجود فجوات في آليات تحديد المستفيدين من برامج الدعم، مشيرة إلى أن معايير اختيار المستفيدين تثير جدلاً حول عدالتها وشفافيتها، ما أدى إلى إقصاء بعض الفئات المستحقة دون مبررات مقنعة. وأوضحت أن بعض الفئات التي تحصل على دعم مالي تتراوح قيمته بين 500 و 1000 درهم شهرياً تجد صعوبة في دفع المساهمات الإضافية اللازمة للاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، ما يضعها في مواجهة صعوبات مضاعفة لتحقيق أمنها الصحي. على الصعيد المالي، يسعى المغرب إلى ضمان استدامة هذا المشروع الضخم، حيث وقعت الحكومة المغربية في سبتمبر الماضي اتفاقية قرض بقيمة 27.76 مليار ين ياباني، حوالي 1.55 مليار درهم، مع اليابان لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة، وبالأساس تحسين خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز الحماية المالية في القطاع الصحي، لا سيما في المناطق القروية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية